لعيبه بتروح مش مركزه خالص، مش فاهمه واجبات مركزها. حبيبي انت النادي الاهلي، انا عايزك لما تيجي تكسب فريق زي سان داونز، ما تكسبليش فريق زي اسوان، ما تكسبليش فريق زي الداخليه، ما تكسبليش فريق يعني برضو يعني كل احترام ليهم. انا عايز فريق النادي الاهلي يكسب الفرق دي، فرقه الكوره. عايزك لما تلعب كوره تلعب كوره زي سان داونز. ده اللي انا بتكلم فيه، عشان انا بحب فريقي وبحب ناديه، بحب اشوفه احسن حاجه. اللي انا شفته النهارده ده اوحش حاجه حصلت للنادي الاهلي. ان لعيبه، في جزء منها لعيبه مغروره، وفي لعيبه منها تستاهلش انها تلعب في الاهلي، لعيبه منها اخذوا صيت اكبر من حجمهم، وبالتالي ده الجزء الاهم. مدير فني انا شايف ان هو ما اضافش للنادي الاهلي حتى الان. الحقيقه كولر بيثبت لي ان هو ما اضافش حاجه في كوره، ما اضافش حاجه لكل لعيب على فردي، في الناحيه الفرديه والناحيه الجماعيه. مفيش خالص، مفيش خالص. يعني النادي الاهلي بتاريخه الطويل ده والكبير ده يحصل فيه كده من نادي لسه مبتدي مثلا في التسعينات؟